مش هتعرف تعمل ولا جنيه من الانترنت لو ما عندكش حاجه واحده من الحاجتين دول. اول حاجه هو ان يكون معاك منتج او خدمه يكون عليها طلب في السوق. تاني حاجه ان يكون معاك سيستم يبيع لك ده بشكل اوتوماتيك. هكلمك عن حاله هي عند ناس كتير قوي، وهي ان يكون عندك منتج وخدمه كويسه ولكن ما عندكش سيستم يبيع ده بشكل واضح. ودي مشكله قاتله بتقابل الناس اللي بتبيع اونلاين. في الحاله دي بيكون الشخص قوي وعنده خدمه حقيقيه يقدمها للناس. مش بس كده، ده بيكون بيعمل محتوى على السوشيال ميديا وساعات بيشغل اعلانات، وفي الاخر مفيش مبيعات. وده بيكون حاجه مش مفهومه بالنسبه له. بعدين بتفضل تسال اسئله كتير ومش بتلاقي لها اجابه في الاخر. يا ترى المشكله فين؟ هل المنتج وحش؟ هل السوق مش محتاجه؟ ولا الاعلانات مش شغاله صح؟ ويفضل يلف في دايره مش عارف يطلع منها. في الحقيقه اغلب الحالات المشكله مش في الحاجات دي، المشكله من الاساس ان ما عندكش فانل بتبيع بشكل سلس. يعني ايه فانل بشكل كروكي وسريع؟ بالبلدي كده ده معناه ان هو مسار بيعي بينقل العميل من تشتت السوشيال ميديا الى انه ينجذب لاعلانك ويمشي في مسار معين احنا بنكون بنيناه قبل كده علشان يمشي العميل في رحله شراء. ودي المشكله اللي بيقع فيها اغلب المبتدئين، وانا كنت في يوم من الايام واحد منهم. وهي ان العميل بيدخل يشوف اعلانك وفي الاخر يدخل الفانل وهو مش عارف هيعمل ايه بالظبط. بمعنى ادق ان مفيش رحله واضحه تمشي العميل خطوه بخطوه لحد ما يشتري. واحسن حل للمشكله دي انك تبني فانل تبيع بشكل احترافي تكون واضحه جدا ويمشي فيها العميل بشكل تدريجي ويفضل يعلى فيها واحده واحده لحد ما يشتري منك في الاخر. طيب تعالى نتكلم سوا بشكل ادق عن مراحل تكوين الفانل. اول خطوه بتبدا بيها الفانل هي مرحله الجذب، الاتراكشن. ودي بتبدا دايما بهوك بيكون على شكل محتوى اورجانيك او عن طريق محتوى مدفوع على هيئه اعلانات. ودي بتكون بمثابه مدخل من مداخل الفانل، من الاخر هي الباب. وده اللي بيخلي العميل يقف من السكرول ويقول هو الكلام ده لي انا. تاني خطوه وهي اللاندنج بيج او بمعنى ادق صفحه الهبوط. ودي الصفحه اللي بتشرح فيها المنتج بشكل مقنع وتوضح الفايده الحقيقيه للعميل، ولازم تكون مكتوبه بكوبي رايت تقنع العميل. ثالث خطوه بتتلخص في قوه البيع، وهي تقديم اوفر قوي يخرجك بره المنافسه مع اي حد. ودي بتكون من ضمن المحتوى اللي موجود في صفحه البيع. عرض يخلي العميل يقول انا لازم اشتري دلوقتي. على سبيل المثال هيظهر لك على الشاشه في حرف الاي اللي فوق ازاي حققنا $10,000 عن طريق عرض قوي من منتج كان بيتباع ب $2، يعني مش محصل 100 جنيه، رغم اننا قدرنا نبيع بمتوسط سعر $19. وده بيعكس قوه الاوفر ستاك اللي عملها راسل برانسون صاحب موقع كليك فانل الشهير. رابع خطوه هي ان يكون في كول تو اكشن واضح وصريح. بتكون خطوه واضحه بتقول للعميل يعمل ايه بشكل مفهوم وواضح. خامس خطوه هي الفولو اب، ودي اهم خطوه، وناس كتير لحد عصرنا ده في 2026 مش مهتمين بالنقطه دي خالص ومش مقتنعين بالباور بتاع الايميلات، وانا مش عارف ليه بصراحه. ودي بتكون سلسله ايميلات مهمتها ان ترجع العميل لعمليه الشراء تاني. من الاخر كده الفانل هي اللي بتحول الزائر لعميل حقيقي يدفع لك اكتر من مره وهو مبسوط. حتى لو العميل ما اشتراش بنفضل نبعت له ايميلات عشان نفيده ونقدم له فاليو حقيقيه، بحيث ان اول ما يقرر قرار الشراء تبقى انت اول خيار بالنسبه له. طيب تمام ممتاز. نيجي عند اهم جزئيه، هي ازاي نبني فانل احترافيه تبيع بشكل اوتوماتيك. في ادوات كتير في السوق بتساعدك تعمل ده بكل سهوله من غير ما تكون مبرمج. حتى ادوات بتخليك تعمل صفحات، تربط بوابات دفع، وتخلي كل حاجه شغاله بشكل اوتوماتيك. لكن الاهم من الاداه نفسها انك تكون فاهم السيستم كويس، فاهم رحله العميل بتمشي ازاي وازاي تنقله من خطوه الى الثانيه لحد ما يشتري. لانك لو استخدمت اقوى اداه وانت مش فاهم بنى السيستم كويس مش هتعمل نتيجه. لكن لو انت فاهم سيستم صح ممكن تعمل فانل بسيطه وتبيع بشكل جنوني. ومن هنا بقى يجي الفرق الحقيقي من واحد بيجرب ويضيع فلوسه على الاعلانات وواحد عنده سيستم بيع بيبيع له كل يوم. وهو ده الاستثمار الحقيقي، انك تبني حاجه تشتغل وحدها حتى لو انت مش قاعد قدام الشاشه. لو انت جاهز وعندك منتج او خدمه وقيمه حقيقيه تقدمها للناس، احنا نقدر نساعدك انك تبني فانل بشكل صحيح واحترافيه ويمشي البيزنس بتاعك بشكل اوتوماتيك من اول الاعلان لحد استلام الفلوس. وده كله بيكون خلال 30 يوم بس. سيب كومنت تحت بكلمة فانل وهنبعت لك التفاصيل، ولو عندك اي سؤال اكتبه وهنرد عليك بفريق كامل يساعدك صح.